أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في ثقافة تأتيكم من قناة الجزائر الدولية، والبداية بالنافذة النقاشية. إذن يعود إلى ولاية غليزان غرب الجزائر المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي سيدي محمد بن عودة في طبعته الثانية، وذلك غدا 23 من شهر نوفمبر. التظاهرة تحمل اسم الفنان المرحوم أحمد سعيدي مؤسس الطبعة الأولى من هذا المهرجان، وستعرف الفعالية مشاركة أفلام وثائقية وأخرى قصيرة وطويلة تتنافس على جوائز المهرجان. ولتفاصيل أكثر حول هذه التظاهرة يسعدنا وإياكم مشاهدينا أن أرحب بالمدير الفني للمهرجان عبد الرؤوف بن أحمد. أهلا وسهلا بك على شاشة الجزائر الدولية. أهلا وسهلا، صباح الخير، صباح الخير لمشاهدي قناة الجزائر الدولية. إذن المهرجان يعود في طبعة ثانية بعد غياب من انطلاق طبعته الأولى عام 2019. ماذا يميز هذه النسخة من حيث الأعمال المشاركة؟ إذا منذ توقف المهرجان منذ 2019 بسبب جائحة كورونا، ها هو مهرجان سيدي محمد الدولي للفيلم الوثائقي يعود بطبعة استثنائية جديدة. والآن مهرجان سيدي محمد يعد كأول طبعة دولية للفيلم الوثائقي في تاريخ الجزائر، وبذلك نهني الساحة السينمائية والحقل السينمائي بهذه الإضافة. في خصوص الإضافة التي يقدمها المهرجان بالمقارنة مع الطبعة الأخرى. هذه الطبعة أتت بتحديثات في برنامجها باستحداث مسابقتين دوليتين. المسابقة الأولى مسابقة سيدي محمد بن عودة للأفلام الوثائقية القصيرة والطويلة، ومسابقة أحمد سعيدي التي حملت اسم مرحوم مؤسس المهرجان، وهي موجهة للأفلام الوثائقية القصيرة. بخصوص المشاركات الدولية، عرفت هذه الطبعة مشاركة واسعة، مشاركة 14 دولة حول العالم، وأيضا عرفت عدة تحديثات خاصة في الجانب التقني والجانب الفني. بخصوص المشاركات الدولية أو المنافسة، نعرض لكم المنافسة الأولى وهي أهم منافسة في المهرجان، منافسة سيدي محمد بن عودة الدولية الموجهة للأفلام الطويلة، التي عرفت مشاركة 10 أفلام من 10 دول، وهي كالآتي: ممثلا عن الجزائر فيلم 143 طريق الصحراء لحسن فرحاني الجزائر. فيلم في المنصورة فرقتنا للمخرجة مريم دروتي كيلو الجزائر. فيلم جزائري آخر لا تخبرنا بالمزيد من القصص لمخرجه كارول فيلو محالي وفرحات محالي بإنتاج مشترك جزائري فرنسي. فيلم فلسطيني للجذور لمخرجه مصطفى نبيه. فيلم الزيج لصلاح الحضرمي سلطنة عمان. وفيلم مكان يسمى وهالة لمخرجه الألماني إلجان يورجن من ألمانيا. وفيلم آخر من تونس الرجل الذي أصبح متحفا لمخرجه مروان طرابلسي. وفيلم من إيطاليا التي تعتبر ضيف شرف هذه الطبعة الانتجاع لمخرجه أندريا مورا. والفيلم الأهم مشارك هو إنتاج مشترك بين فرنسا والسنغال، هو السمك الذهبي السمك الإفريقي لمخرجه توماس غرون. عرفت هذه المنافسة لجنة تحكيمية بأسماء ثقيلة. أكيد سنفصل فيها عبد الرؤوف، فقط أتوقف عند نقطة قلتها الآن: إيطاليا هي ضيف شرف الدورة، كيف ستشارك؟ هل من خلال هذا العمل فقط الذي يخوض غمار المنافسة، أم هناك أنشطة متعلقة بالسينما الإيطالية في هذا المهرجان؟ أريد أن أؤكد أو أنوه أن المهرجان الدولي سيستضيف إيطاليا كضيف شرف عن طريق بالشراكة مع المعهد الثقافي الإيطالي بجزائر العاصمة. إذن نحن صباحا نستعد بغليزان لاستقبال وفد إيطالي مهم على رأسه رئيسة المعهد الثقافي الإيطالي بغليزان. نحن في الترتيبات الرسمية، وهنا ننوه بالجهود التي تقوم بها ولاية غليزان على المستوى الرسمي استعدادا للاستقبال الرسمي
الرسمي للوفد الإيطالي على رأسه رئيسة المعهد. المشاركة الإيطالية ستعرف مشاركة نوعية من خلال فيلم طويل مشارك في فئة الأفلام الطويلة الانتاج لأندريا مورا، وسيكون أيضا عندنا عضو لجنة التحكيم في فئة الأفلام الطويلة وهو السيد ماريو برينتا المخرج الكبير الإيطالي. هو عضو وعمل بالتلفزيون الإيطالي وأخرج عدة أفلام. وكذلك سنستضيف المخرجة الشابة لويسا إيسو مخرجة فيلم لا باركا القارب الذي سيكون ضمن العروض الشرفية. أيضا المهرجان سيدشن افتتاحه بفيلم افتتاحي خارج المنافسة لمخرجه ماريو برينتا، وهو فيلم الجزر لزيل الذي سيمتد حوالي 77 دقيقة يبدأ بعد مراسيم الافتتاح. الافتتاح كما قلت سيكون نوعي بمشاركة إيطالية نوعية ممثلة في شخص الرئيسة وعضو لجنة التحكيم، ومشاركة في الأفلام الطويلة ومشاركة في الأفلام الطويلة خارج المنافسة ومشاركة في الأفلام القصيرة خارج المنافسة. جميل جدا. طيب ابقى معنا عبد الرؤوف، سوف ننتقل للأعمال المشاركة نرى بعضها مع مشاهدينا ثم نعود لنقاشنا. تفضل. خيرات بلادنا وريحة البردقان، كل هذا بذكرني في يافا. يافا الحلم، يافا اللي حفظونا إياها بالشبه. دي لاكول المضاد باللي غمزروي يبدا يونس قنبير 1954 يبطوان شون تاعي. Je suis un collectionneur du temps de notre époque. تشام على لما على الجلود كلهم وقال يطبقوا على خير. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، كما أرحب بضيفي عبد الرؤوف بن أحمد المدير الفني لمهرجان الفيلم الوثائقي سيدي محمد بن عودة. إذن الملفت في هذا الإعلان الترويجي الذي شاهدناه عن بعض الأعمال المشاركة في المهرجان أنها أعمال متنوعة حتى في اللغات وأيضا المدارس والتنوع السينمائي. نتحدث عن أمر مهم في هذه الطبعة أنها تلتفت لمؤسس الطبعة الأولى من هذا المهرجان هو الراحل أحمد السعيدي مؤسس هذه الطبعة. كيف ستكون الالتفاتة له؟ الالتفاتة له ستكون من خلال شيئين، أنه الطبعة حملت اسمه وأيضا اسمه حامل المنافسة الدولية الرسمية الموجهة للأفلام الوثائقية القصيرة التي حملت اسم منافسة أحمد سعيدي الدولية للأفلام الوثائقية القصيرة. كما أن الطبعة ستحمل تكريم خاص للمخرج الراحل أحمد سعيدي، وهو أحد مؤسسي هذه الطبعة، وهو أيضا محافظ سابق للمهرجان. إذن سوف نستضيف في هذه الطبعة عائلته لتكريمها ولتخليد روحه كطبعة ذكرى لروحه وأعماله أكيد. طيب، تحدثت قبل قليل عن أبرز الأسماء الإيطالية التي ستكون في هذا المهرجان، هل هناك أسماء مخرجين آخرين سوف يكونون في هذه الطبعة؟ نعم، الجميل في المهرجان الدولي سيدي محمد بن عودة أنه سيكون حضوري. إذا نحن صباحا نستعد لاستقبال الوفود الأجنبية الدولية بمطار الجزائر الدولي وبمطار وهران الدولي استقبالا لهم من أجل تحضير انطلاق غدا المهرجان. المهرجان سيعرف مشاركة توماس جرون مخرج جولدن فيش، وأيضا مخرج الفلسطيني مصطفى نبيه مخرج فيلم جذور الذي هو مشارك في منافسة أفلام الوثائقية الطويلة. هذا بخصوص
بخصوص أيضا مخرجين جزائريين سيكون أحدهم حاضر والآخر ممثل. لا يخفى عليكم أن وزارة الثقافة رشحت لنا 10 أفلام عن طريق المركز الجزائري لتطوير السينما، ولجنة الانتقاء اختارت فيلمين يمثلان الجزائر في منافسة سيدي محمد بن عودة الدولية للأفلام الوثائقية الطويلة. إذن المهرجان ما هي هذه الأفلام عبد الرؤوف؟ الافلام التي ستمثل وزاره الثقافه او تمثل الجزائر عن طريق وزاره الثقافه هو فيلم 143 طريق الصحراء وفيلم منصوره فرقتنا، هما فيلمين طويلين، وفيلم ثالث اخر جزائري مشاركه حره وهو انتاج جزائري فرنسي. نتحدث الآن الدورة الأولى من هذا المهرجان عرفت عدة مسابقات، لكن الملاحظ في هذه الدورة أنها قلصت المسابقات. لماذا قلصت وما أسباب ذلك؟ هي لم تقلص بل وسعت. لكن كان هناك في الأول مسابقة للفوتوغرافية أعتقد ومسابقات أخرى كأنها هامشية، لكن هذه المرة نرى المهرجان أكثر تنظيما، مسابقات واضحة عندها جوائز قارة بها أيضا. نعم، بالخصوص البرنامج المهرجان أو التحديثات التي طرأت على برنامج المهرجان، أريد أن أوضح أن المهرجان في طبعته الأولى كانت فريدة، أنها فتحت مسابقة تكوينية من خلال استقبال الشباب من أجل صناعة أفلامهم الوثائقية خلال التظاهرات، وأتت بالتزامن مع وعدة الكبرى لسيدي محمد بن عودة التي تعتبر من أكبر التظاهرات في شمال إفريقيا الشعبية. إذن استغلينا الطبعة الأولى في إنتاج أفلام وثائقية توثيقا لمظاهر التراث الشعبي وترويجا للسياحة. أما الطبعة الثانية فتحت للأفلام الجاهزة، هذا هو الفرق، وفتحنا مسابقة للأفلام الوثائقية الطاولة في ظل أن الساحة الجزائرية السينمائية لا توجد بها أي مسابقة دولية للأفلام الوثائقية الطاولة منذ غياب مهرجان وهران. إذن المهرجان يمثل فرصة لعودة منافسات الدولية في فئة الأفلام الطاولة عبر هذه الدورة. ما الذي يسعى لإضافته المهرجان للساحة السينمائية الجزائرية ولصناع الفيلم الوثائقي بشكل خاص وفي ولاية غليزان غرب الجزائر بالضبط؟ أولا أريد أن أنوه أن المهرجان هو المهرجان الأول في تاريخ الجزائر يفتح منافسة دولية للأفلام الطويلة والقصيرة خصيصا للوثائقي. سابقا كانت عندنا مهرجان وهران والمهرجان المتوسطي كان يفتح للروائي والوثائقي. ما يميز طبعة غليزان أنها فتحت خصيصا فقط للوثائقي، وهذه سابقة في تاريخ السينما الجزائرية، ونتمنى أن يكون هذا المهرجان هو إضافة مهمة للسينما الجزائرية. بخصوص ما يقدمه لغليزان، تعرفين أن المهرجان يحمل اسم شخصية كبيرة مجاهدة في غليزان، وهو سيدي محمد بن عودة الذي عاش القرن السادس عشر، وهو قاهر الإسبان، حارس سواحل وهران، ومن غزوات الإسبان لمدة 50 سنة كاملة مكافحة للإسبان، وهو غوث رباني في الجانب الصوفي. إذن أيضا المهرجان سيحمل من خلال جوائزه اسم مهم للتراث المنطقة، وهي العلفة. العلفة هي مصطلح في الفانتازيا، وهي مجموعة من الفرسان تلعب بالبارود. إذن عندنا في المهرجان العلفة الذهبية والعلفة الفضية والعلفة البرونزية كجوائز تحت برعاية الديوان الوطني للحقوق مؤلف الحقوق المجاورة. جميل جدا. إذن هذا المهرجان يجمع الفن السابع مع التاريخ مع السياحة، كوكتيل جميل جدا. شكرا جزيلا لك عبد الرؤوف بن أحمد المدير الفني لمهرجان الفيلم الوثائقي سيدي محمد بن عودة. إذن المهرجان ينطلق غدا والحدث سوف يتم في ولاية غليزان غرب الجزائر. شكرا جزيلا لك. شكرا بارك الله فيكم. وال24 ستكون الراعي الإعلامي الحصري لهذا المهرجان. شكرا لك. إذن مشاهدينا بهذا نصل وإياكم إلى ختام نافذتنا النقاشية، لكن أخبارنا ما زالت متواصلة، والآن إلى المستجدات الثقافية. مالك بن نبي ومسألة الثقافة هو عنوان المنتدى الذي تنظمه المكتبة الوطنية الجزائرية والوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي بالجزائر العاصمة بعد غد الخميس. الملتقى يشارك فيه باحثين وأساتذة جزائريين على غرار البروفيسور مولود عويمر شيكو يمينة
والدكتور وحيد بن بوعزيز والعموري عليش. وسيتطرق المشاركون خلال مداخلاتهم إلى عدة مواضيع متعلقة بفكر مالك بن نبي، منها مالك بن نبي ورؤية استشرافية في التغيير لبناء مجتمع جديد، من النقد إلى التأسيس، والبعد الحضاري لمفهوم الثقافة حسب مالك بن نبي، إضافة إلى تجليات العقل النقدي في فكر مالك بن نبي. كما ستنظم حفل تسليم جوائز البطولة الوطنية للقراءة مالك بن نبي، وقد خصص برنامج بالمناسبة يضم معرضا للصور والكتب، كما سيعرض فيلم وثائقي قصير حول مسيرة المفكر مالك بن نبي. في الفن الرابع الآن ينافس العرض المونودرامي الجزائري كياس ولباس في المهرجان الدولي العاشر للمسرح بأدابيجو في كوت ديفوار، الذي يستمر إلى 27 من الشهر الحالي. عمل كياس ولباس من إنتاج مسرح الصخرة السوداء، من أداء الممثل فوزي بايت وإخراج عبد الغني شنتوف، عن نص لأحمد رزاق. العمل يتطرق في 65 دقيقة لمعاناة العياشي وخوفه من خسارة حب حياته رمانة، إن هو أخبرها بوظيفته كمدلك بأحد الحمامات. والآن مشاهدينا ننتقل بكم إلى الأردن، حيث تتواصل بمسرح مركز إربد الثقافي فعاليات مهرجان حكاية في نسخته 15. إذن هذا المهرجان يتضمن عروضا لفن الحكي وأخرى موسيقية منوعة تعرض في 7 مناطق مختلفة من المملكة، وهي أيضا عمان وأيضا إربد، المفرق، جرش ومأدبة والبلقاء. المهرجان يستضيف هذا العام نخبة من الحكواتيين من فلسطين، مصر، لبنان والأردن، ولذلك يتم التطرق إلى الحكاية الشعبية المرتبطة بالمنطقة. إذن يذكر فقط مشاهدينا أن مشروع حكاية تشكلت عام 2004 حين اجتمع 30 شخصا من 14 دولة عربية شاركوا على مدار سنوات متواصلة في وضع تصور لمشروع وشبكة حكاية. مشاهدينا، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ثقافة. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.